مجلس المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي ندين بشدة الهجوم الذي تعرض له أهالينا في حي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب من قبل الفصائل المسلحة التابعة إلى حكومة المؤقتة في انتهاكات لكل الاتفاقات المعلنة، وعلى رأسها اتفاق الأول من نيسان الموقع بين محافظ حلب وإدارة حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث توجهت الدبابات والأسلحة الثقيلة نحو إحياء مدينة مأهولة بالسكان تضم أطفالا ونساء وليس نحو جبهات القتال. لقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة 19 مدنيا بينهم أطفال واستشهاد امرأة، دليلا على أن العدوان يستهدف الأبرياء ويعرض حياة المدنيين لمخاطرة جسيمة، ويعكس إصرار الجهات على نهج التصعيد والعنف بدلا من الالتزام بالحوار والاستقرار. إن حيي الشيخ مقصود والأشرفية ليستا ساحتين للحرب والعنف والحرب، لا يولد إلا مزيدا من الخراب والدمار. إننا في مجلس المرأة نؤكد أن استهداف الأحياء السكنية الآمنة يعد جريمة مرفوضة أخلاقيا وإنسانيا وانتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، ونحمل الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على هذا الهجوم، ويمكن اعتباره إنجازا ونصرا. كما نطالب جميع الأطراف المعنية بالالتزام بالكامل بالاتفاقات الأولى من نيسان ووقف جميع أشكال الاعتداء وحماية المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم. سوريا لا تبنى بالدبابات بل بالعدالة، وانطلاقا من مسؤولياتنا نحو النساء وتمسكنا بخيار السلام والعيش المشترك ورفض القاطع لكل محاولات جر المنطقة إلى الفوضى والعنف، ونقف إلى جانب النساء والأطفال وأهالي الأشرفية والشيخ مقصود في حقهم المشروع بالأمن والاستقرار والكرامة والحياة الآمنة. مجلس المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي 23/12/2025.